السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الأمور. النهارده هنعمل محاشي. يلا بينا نشوف معانا ايه. معايا هنا صلصة طماطم، رز مغسول، بصل مفروم، وده بتنجان شايله القلب بتاعه وحطاه في ميه وملح عشان ما يسودش من جواه، وفلفل كوبي برضو شايله البذر بتاعه، ورق عنب مسلوق في ميه فيها ملح وكمون، والخضره بتاعه المحشي كزبره وبقدونس وشبت. عندي هنا البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا ومكعب مرق. اللي هعمله عندي هنا زيت، هحط فيه البصل، هحمر البصل هياخد لون. خلاص كده البصلة اتحمرت معايا، هحط صلصة الطماطم، تمام كده. هحط البهارات بتاعتي كلها، مكعب المرق، ملح، بابريكا وفلفل اسود وكمون، وهقلبهم كلهم مع بعض واسيب الطماطم تتسبك. خلاص كده الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت جميلة قوي. هحط عليها الرز، وهنا هعمل الشوربة او الصلصة اللي هحطها على المحشي. ممكن تحطي شوربة بس انا بحب اعملها بصلصة الطماطم، بتدي طعم احسن. هحط الملح ومكعب مرق، تمام كده. عبال ما الصلصة تتعمل يكون هقلب الرز مع الصلصة. خلاص كده الرز اتقلب. هحط الخضرة بتاعتي بقدونس وكزبرة وشبت، هقلبهم مع بعض واسيبهم يبردوا شوية ونروح نحشي الحاجة بتاعتنا. تمام كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. عندي هنا حطيت القلب بتاع البتنجان، مش عايزة تحطيه بلاش، ممكن تحطي بصل وطماطم من تحت. هحشي البتنجان بتاعي بس برضو تسيبي مسافة من فوق عشان الرز لما بيستوي حجمه بيزيد، هيطلع منك برا، تسيبي مسافة وعشان برضو الرز يلاقي مكان يستوي فيه كويس. هعمل تاني، بسيب برضو مسافة من فوق، محطش الرز كله لحد الاخر. تمام كده. هعمل بقية الكمية. خلاص خلصت البتنجان بتاعي. هعمل الفلفل، شايلة القلب بتاعه البذر، برضو تحشيه وتسيبي برضو مسافة من فوق عشان الرز يستوي كويس. هعمل باقي الكمية. ما تنسوش اشتركوا في قناة الأمورة عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك.
خلاص كده خلصت المحشي بتاعي. هعمل ورق العنب. عندي هنا بصلايه متقطعه، عليها ملح وفلفل اسود وبابريكا، حطها من تحت. وطماطمايه برضو عليها ملح وفلفل اسود، بيدوا طعم حلو قوي للمحشي. مع ممكن برضو مع محشي الكرنب تعملي كده برضو، بيدوا طعم جميل للمحشي. عندي هنا ورق العنب، هحط من فوق اللي هي الناحية اللي فيها العروق البارزة. تمام كده. هحط برضو ما تحطيش كمية رز كبيرة، كمية رز صغيرة عشان تعرفي تلفي الورقة وكمان الرز يستوي. الورق سلقته في مية فيها ملح وكمون لحد ما لونه يتغير، ونشيله من المية وتشيل العروق، وممكن تشيليه في اكياس في الفريزر على طول. زي ما انت شايفة كده بضم الاطراف على بعض والف الورقة. منتهى السهولة، الطريقة دي سهلة ان انت تقدري تلفي بيها ورق العنب بسهولة. تضمي الاطراف على بعض بالشكل ده وتلفي الورقة. جميل جدا. لازم تلفي الاطراف على بعض عشان الرز ما يطلعش من الجوانب. ممكن تلفيه كده وتشيليه في الفريزر على طول ويطلع على السوا. ورق العنب موجود دلوقتي في السوق ومتوفر. لما انت شايفه بتضمي الاطراف على بعض وتلفي الورقه من تحت لفوق. تمام كده. طبعا ده بنسويه على البوتاجاز من فوق، لو حابه تحطيه في الفرن مفيش مشكله. ان البتنجان والفلفل الكوبي بسويه على البوتاجاز من فوق شويه وبعد كده بحطه في الفرن. هخلص الكميه بتاعتي كلها. هضم الاطراف على بعض وتلفيه بطريقه سهله خالص. بحاول اجيبها لك من كل الزوايا عشان تشوفي الطريقه. حاولي برضو ما تحطيش كميه رز كبيره عشان الرز يستوي. تمام كده. يا ريت تقولي رايكم في التعليقات. خلاص خلصت كميه ورق العنب بتاعتي. نشوف هنسويها ازاي. والصلصه بتاعتي خلاص غلت. زي ما قلت لك عايزه تحطي شوربه حطي، بس انا يعني الصلصه بتدي طعم احسن للمحشي. هحط كميه على البتنجان والفلفل الكوبي وهسيبه يغلي شويه على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخله الفرن. ونفس الطريقه لورق العنب. عايزه تحطي عليه معلقتين كبار ليمون، عصير ليمون برضو جميل جدا. تمام كده. وده الشكل النهائي للمحشي بتاعي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناة الأمور عشان يوصل لكم كل جديد.
وقولوا لي رايكم في التعليقات. شكله جميل جدا ويفتح النفس، وبالهنا والشفا.